شايفين ليلة رمضان الجميلة دي؟ يلا بينا نعملها مع بعض بخطوات سهلة جدا وبسيطة. والخامات بتاعتها هتكون يعني ممكن تعملوها بأي خامات متوفرة عندكم، مش لازم الخامات اللي أنا هعملها. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بس قبل ما نبدأ ما ننساش نعمل لايك سبسكرايب ونفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد هعمله بإذن الله. يلا بينا نشوف الخطوات. الطريقة اللي أنا هقص بيها الدلاية هقولها لكم في الورقة دي. أنا هجيب ورقة كده أو مستطيل كده، هيبقى مستطيل الحجم اللي احنا عايزينه. بعد كده هتميل نصين اهو، وهاجي عند ربع الورقة من تحت كده، هروح معلمة وهوصل النقطة اللي انا عملتها بالحرف اللي عندي ده اهو، وهبتدي اقصها كده. ده شكل الدلاية بتاعتي هيكون بالشكل ده كده اهو. ده الشكل اللي انا هقص عليه باقي الحاجة. انا هستخدم كرتون، فقصيت كرتونة بنفس الطريقة اللي انا قلتلكوا عليها اهو. انا الطول بتاعها 45 في العرض 30. دي المقاسات اللي انا عملت عليها. هغلفها بقماش خيامية، جبت حتة من القماش الخيامية هبتدي اغلفها بيه. هستخدم مسدس الشمع في اللزق. كده خلاص، بعد ما لزقناها كلها كده بقت بالشكل ده. بعد كده هجيب بنفس الطريقة اللي احنا قصينا بيها، هقص بيها حتة خيش، هقص بيها حتة قماش خيش بنفس الطريقة اللي احنا قصينا بيها عشان هحطها هنا في النص. نثبتها كده في النص ونلزقها كده. لزقتها اهو في النص. بعد كده هحط ايه بقى. انا كنت طبعا صورة بكار دي طبعتها وعلى ورق عادي، بس خليته غلفتها تغليف حراري. غلفتها في المكتبة تغليف حراري، ممكن نطبعها عادي. لو مش عايزين نغلف تغليف حراري ممكن لا اما نلزقها باللي هو الجلاد الشفاف، لا اما باللزق العادي بحيث انها تكون متينة شوية. انا هحطها هنا في النص. وقصيت المثلثات دي من قماش الجوخ. قصيتها ازاي اهو. قصيت مستطيلات من قماش الجوخ كانت 2 سنتي اهو، وبعد كده رسمت عليها مثلثات وقصيتها بالشكل ده. اخترت الوان تكون نفس الالوان اللي هي في قماش الخيامية علشان يبقى شكلها جميل. هبتدي احطها عليها من فوق اهو، رصيتها بالشكل ده. هبتدي الزقها. ممكن لو حابين اي صورة تانية غير بكار اعملوا ده. وكان عندي الهلال والنجوم الحمراء دي هزين بيها برضه.
طريقة التزيين حسب ما انتوا عاوزين. احط هلال هنا كده وتحته نجمة، وهحط برضو هنا فوق هلال ونجم. نجمة هنا كده ونجمة هنا كده. كده ده الشكل النهائي بتاعها. انا كنت عاملة زيب خيط الكروشيه، ممكن لو ما عندناش خيط الكروشيه نستغنى عن الخطوة دي عادي. هروح لازقاها من تحت والخيط ده هعلق منه الدلاية بتاعتنا، هلزقه برضو من فوق. كده هي خلاص خلصت، بس انا مش حابه الشكل الظهر بتاعها يكون كده، فانا كان عندي قماش جوه ممكن اي لون، انا كان متوفر عندي الاحمر، فقصيت حته اصغر نفس المقاس بس اصغر شويه وهلزقها هنا كده عليها. كده خلاص خلصت. ده كده الشكل النهائي بتاعها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد هعمله باذن الله.